مقترحات وتعقيبات حضراتكم. معانا أول ميل عن السحر الأسود. في أحد البرامج على القنوات الفضائية، لا داعي لذكر اسم هذا البرنامج، زي ما بيقول صديقنا الأستاذ ميلاد ثابت اسكندر الفنان التشكيلي، قال مقدم البرنامج إن الرئيس محمد مرسي تحت تأثير سحر ما لكراهية الشعب له. أحد الضيوف ربنا يعني يعمر بيته ويزيد من أمثاله، قال النصارى هم اللي فعلوها لأنهم ممتازين في عمل السحر الأسود. الأستاذ ميلاد بيرد بقى وبيقول إن هو بالطبع لا يعلم من قبل، وإن هو فنان تشكيلي وشغلته الألوان، إن للسحر ألوان، سحر أبيض وسحر أسود، وربما يوجد سحر على حد قوله بمبة مسخسخ. وإذا سلمت بوجود هذا السحر، يعني إذا كان الأستاذ ميلاد ثابت بيسلم وجود هذا السحر المسمى بالأسود، ونحن كمسيحيين على حد قول مقدم البرامج وضيفه عبقرة فيه، ونجحنا في إيقاع الرئيس مرسي تحت تأثير كراهية الشعب ليه، فليه ما بنجتهدش في عمل هذا السحر لمنع الاضطهاد الواقع علينا منذ 1400 عام؟ على حد قول أيضا الأستاذ ميلاد ثابت، ليه ما بنعملش السحر لمعرفة مين هم اللي خطفوا بناتنا بدل الاستنجاد بالشرطة التي لا تحرك ساكنا كالمعتاد؟ ليه ما بنعملش هذا السحر لمعرفة الجنان الذين فجروا كنيسة القديسين؟ وليه وليه وليه؟ أين المنطق في حوار هؤلاء؟ سؤال منطقي فعلا، أين المنطق في حوار مثل هؤلاء؟ لكنهم لا يدرون أن بمثل هذه الأكاذيب والافتراءات يؤكدون كلام كتابنا المقدس: سيقولون عنكم كل شر كاذبين فافرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، حقا تنبأ عنكم كتابنا المقدس، وبكذبكم ازدادت ثقتنا به. فشكرا لكم جزيل الشكر. شكرا لحضرتك أستاذ ميلاد ثابت اسكندر. طبعا احنا بنضم صوتنا لصوتك، احنا ما نعرفش ابدا ولا عمرنا شفنا حد مسيحي بيتجه للسحر، والسحر الاسود بالاخص. على فكره السحر الاسود بالاخص يقال ان هو منتشر في المغرب. مش عارفه هل بقى المسيحيين المصريين يروحوا المغرب يعملوا سحر اسود مخصوص ويرجعوا ولا ايه، مش عارفه. راجع حش صاحبك عني، راجع صاحبك جنني، راجع قرب طمني، راجع وقول له يسيب قلبي، راجع حش صاحبك عني، راجع صاحبك جنني، راجع قرب طمني، راجع وقول له يسيب قلبي. شكرا.